الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحبة الكرام، قال الله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما عن ملتقانا فملتقانا عن حقيقة الدنيا يا عبد الله. نتحدث عن حقيقة الدنيا، نتحدث عن الدنيا وغرورها ومتاعها، نتحدث عن الشباب، نتحدث عن الشباب الذين يسبون الله عز وجل ولم يكتفوا، نتحدث عن الشباب الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتفوا، نتحدث عن الشباب الذين يسبون آبائهم وأمهاتهم ولم يكتفوا. اسمع إلى عجب العجاب بعدما تصلي على نبي الأحباب صلى الله عليه وسلم. قصة الصحابي الجليل سيدنا جليبيب عليه السلام. كان جليبيب أسود الوجه، كانت ملابسه بالية ممزقة مقطعة. كان إذا أراد أن يشرب كان يشرب من مياه الجارية. كان فراشه الأرض ولحافه السماء. فمر ذات يوم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أتدرون من هذا؟ فقالوا الصحابة: لا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا حبيبي جليبيب. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب أولم تتزوج؟ فقال له جليبيب: يا رسول الله، من الذي يزوج جليبيب في الدنيا دون مال ودون جاه ودون سلطانة؟ فانصرف وجاء اليوم الثاني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا جليبيب أولم تتزوج؟ فقال له جليبيب: يا رسول الله، من الذي يزوج جليبيب في الدنيا دون مال ودون جاه ودون سلطانة؟ فانصرف وجاء اليوم الثالث. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا جليبيب أولم تتزوج؟ فقال له جليبيب: قلت لك يا رسول الله، من الذي يزوج جليبيب في الدنيا دون مال ودون جاه ودون سلطانة؟ فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فلان من الأنصار. فذهب جليبيب فترك الباب، فقال لهم: أرسلني إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتزوج ابنتكم. فقال الأب: يا جليبيب، كيف نزوجك ابنتنا في الدنيا دون مال ودون جاه ودون سلطانة؟ فصرخت الفتى وقالت: أتردون ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي بنت القرآن، هذه هي من صارت على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. فتزوجها جليبيب. وفي ليلة العرس أسعد ليلة ما بين الزوجين سمع جليبيب منادي يقول: حي على الجهاد، حي على الجهاد ليقاتل في سبيل الله. فنظر إلى زوجته وهو على الفراش، ونظر إلى نداء الله عز وجل، فخرج ليقاتل في سبيل الله. وبعد المعركة كان
بكاء عظيما، فأوشح النبي عليه الصلاة والسلام برأسه، فقالت الصحابة: يا رسول الله لما أشحت برأسك؟ فقال: والله رأيت زوجاته من الحور العين في الجنة. فهذه هي حقيقة الدنيا يا عبد الله. والله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى، والله تفنى. لذلك قال الله في كتابه العزيز: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع الصحابة ذات يوم، فمرت جنازة، فالصحابة أثنوا عليه خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. فمرت جنازة ثانية، فالصحابة أثنوا عليه شرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقالت الصحابة: يا رسول الله قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأول الذي أثنوت عليه خيرا قلت وجبت فوجبت له الجنة، والثاني الذي أثنوت عليه شرا قلت وجبت فوجبت له النار. فهذه هي حقيقة الدنيا يا عبد الله، ونحن نتمسك بها ونتمسك بغرورها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أيها الأحبة الكرام، جاء ذئب إلى نبي الله موسى. كان هناك راعي غنم عند سيدنا سليمان بن داود، كان يحرس له غنمه، فإذا أتى عليه ذئب يقول له: أعطني غنمه فإني لم أأكل منذ أيام. فقال الراعي: الغنم لسيدنا سليمان. فقال الذئب: اذهب إلى سيدك وأمره أن يعطني غنمه. فذهب الراعي، وفي طريقه إلى سيدنا سليمان رأى بقرة ترضعها مجموعة من الكلاب، فقال: يا سبحان الله، هذه عجيبة ما رأيت مثلها، سأسأل سيدنا سليمان عن تفسيرها. فاستمر في المسير، فرأى أشخاصا جالسين وملابسهم بالية ممزقة وبين أيديهم الذهب، فقال: يا سبحان الله، لديهم الذهب وهم فقراء، سأسأل سيدنا سليمان عن تفسيرها. فاستمر في المسير، فرأى نبعة ماء جارية، لكن عندما اقترب منها ليشرب شم رائحة كريهة، فقال: يا سبحان الله، ماء جارية بهذه الرائحة، سأسأل سيدنا سليمان عن تفسيرها. وأخيرا وصل إلى سيدنا سليمان وأخبره بطلب الذئب، فقال له سيدنا سليمان: اسمح له بأن يأخذ غنمه. فقال له الراعي: يا سيدنا